ويتجدد بنا اللقاء عزيزي المستمع، فأهلا ومرحبا بك في حلقتنا الجديدة من برنامجك قانون الجذب فن الحياة. سبق وقد قلنا عزيزي المستمع أن قانون الجذب هو أنك تجذب ما تشعر بما تفكر به، وإذا أردت أن تجذب شيئا ما لحياتك عليك أولا أن تستشعر حصولك على هذا الشيء بأفكارك وكلماتك وأفعالك، وهكذا فأنت تجذبه بانتباهك إليه. كل ما تنتبه إليه عزيزي المستمع بأفكارك وكلماتك وأعمالك تجذبه لحياتك، وهذا موضوع حلقتنا اليوم. إذا أردت عزيزي المستمع أن تجذب شيئا ما لحياتك ويصبح جزءا منها عليك أن تنتبه له أولا. مثلا إذا كنت تطمح لشراء سيارة معينة، مثلا أنت معجب بسيارة من نوع رانج روفر، نأخذ هذا كمثال، سوف تلاحظ تواجدها أمام عينيك في العديد من الأماكن، في الشارع، عند صديق مثلا، عند تصفح مجلة أو في النت، وهذا يحصل معنا جميعا، غير أنه ليس كل الناس يعرفون كيف تمشي معهم مثل هذه الأمور. في المثال الذي أخذناه، انتباهك نحو هذه السيارة هو الذي جعلها تتجلى في حياتك، في حين قد تجد العديد من الفرص تسمح لك بشراء هذه السيارة، وقد تقول في قرارة نفسك أنه ليس بالأمر السهل، لكنه ممكن طبعا إذا فكرت بطريقة إيجابية عملية نحو الفرص التي أمامك الآن. بالتأكيد سوف تمتلك هذه السيارة، وإن لم تكن هذه الفرصة أمامك الآن فاجلس جلسة تأمل مع ذاتك وسوف تجدها بخيالك. وكما قال الدكتور صلاح الراشد: الخيال أهم من المعرفة، والصمت أقوى من الخيال. سنتحدث في هذا الموضوع في حلقتنا المقبلة. إذن فبقوة انتباهك عزيزي المستمع نحو شيء ما تحرك طاقة في الكون ليتجلى أمامك، فكل شيء في الكون ثابت حتى تعيره انتباهك، وهذه مقولة لإينشتاين: كل شيء في الكون ثابت حتى تعيره انتباهك. بأفكارك فكر فيه، وكلماتك تكلم عليه، وأعمالك أقدم خطوات نحو هذا الشيء، واستثمر فرص الكون، فالكون غني بالفرص المستمرة والمتتالية، وهي تأتيك عندما تكون مستعدا لها. إذن ما عليك إلا أن تطلب حقك من الكون، واسمح للأشياء بأن تتحقق، ولا توقفها بالشكوك والخوف. نكمل في هذا الموضوع في حلقتنا المقبلة بتفسير من الفيزياء الكمية، فتابعونا.